اي مشجع كوره مصري منصف هيشوف اللي بيحصل من اهم ثلاث منظومات في الكره المصريه، هيعرف ان اللي حصل في كوت ديفوار لمنتخب مصر اقل من الواجب، وكان المفروض يحصل لنا فضايح اكتر من اللي حصل. اتحاد الكوره والنادي الاهلي والنادي الزمالك بيهرجوا رسمي. اتحاد الكوره المنظومه الاكبر والاهم والاب الشرعي للكره المصريه. المفروض الساده اعضاء مجلس اتحاد الكوره، بعيدا بقى عن يستقيلوا ولا يكملوا ولا اي حاجه، المفروض يطلعوا يقولوا لنا استراتيجيتهم في الفتره اللي جايه ايه. المفروض يطلعوا يقولوا لنا احنا جبنا كابتن علاء نبيل مدير فني للاتحاد المصري لكره القدم علشان يعمل ايه. كابتن علاء نبيل تلميذ كابتن محمود الجوهري، انا متفائل بيه جدا جدا جدا، ولكن انا محتاج اعرف اجندته، محتاج اعرف الناس دول البهوات دول اتفقوا معاه على ايه. هل يا كابتن علاء انت في اجندتك الناس البهوات دول قعدوا معاك وقالوا لك احنا عايزين خطه واضحه للحصول على باك رايت وباك ليفت محترمين باعداد كويسه في كل الانديه المصريه، وازاي هتعملها؟ هل الناس دي طلبت منك انك تحط استراتيجيه لقطاع الناشئين بحيث انك تطلع خلال الثلاث اربع سنين الجايين باك رايت كويس وباك ليفت كويس وراس حربه محترم وشادو سترايكر محترم والناس بتلعب مركز 8 بشكل هايل؟ هل الناس دي قعدت معاك تقول لنا كده؟ هل الناس دي اتكلمت معاك في ان انت تعمل دراسات وتعمل كورسات للمدربين بحيث ان بعد 3 او 4 سنين ما يبقاش عندنا بنسمح لاي مدرب او مدير فني يمسك فريق في الدوري المصري ويكون معهوش البرو سيرتيفيكت؟ هل الكلام ده غلط ولا صح؟ هل الكلام ده اتقالك ولا ما اتقالكش؟ البهوات المفروض يقولوا لنا. نروح بقى للمنظومة الأنجح في مصر، النادي الأهلي. النادي الأهلي صراحة قلما ما بيعك، ولكن في إصابة محمد الشناوي وعدم التعاقد مع حارس مرمى بديل ثم التعاقد مع كابتن محمود الزنفالي بعد غلق القيد الأفريقي، هو قمة العبث الأهلاوي. لأول مرة بشوف النادي الأهلي تايه. النادي الاهلي بجلاله قدره بيتعاقد مع حارس مرمى للحفاظ على السكواد بتاعه والهيكل بتاع الفريق في ال6 شهور اللي جايين، ولكن هذا الحارس لن يقيد في القائمة الإفريقية. طيب يعني أنت مصر على شوبير اللي أنا بدعمه جدا 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 وشايف إن هو لازم يكون الحارس الأول للنادي الأهلي، وحمزه علاء ومخلوف، الناس دي هي اللي معاك في افريقيا. جبت الزنفالي، طب الزنفالي مش معاك في افريقيا، هتعتمد عليه في الدوري المصري؟ ولو اعتمدت عليه طب ما انت كده هتضعف الناس اللي هي هتكون قوامك الرئيسي والاحتياطي في افريقيا. فالنادي الاهلي بيهرج رسمي. نادي الزمالك بصراحه اسعد حالا من كل المنظومات الاخرى، لان نادي الزمالك انت بتزرع في ارض فاضيه. كل الزملكاويه قبل الاهلاويه عارفين ومعترفين ان الزمالك لا يمتلك سكواد على الاطلاق. سكواد نادي الزمالك فيه لاعب او اتنين بالكتير هم اللي يصلحوا، والباقيين كلهم محتاجين يتغيروا. فاي حد هتجيبه انت بتتصرف صح، ولكن هل انت لما تجيب لاعب بسن عبد الله السعيد وقدراته البدنيه اللي كلنا خابرينها دلوقتي، وبدون بقى ما نخش في خناقات ومين هيقول دي صفقه حراقه ومين هيقول لا ده انت واخده من بيراميدز مش من الاهلي، سيبك من الكلام ده كله، سيبك من الكلام ده كله، الكلام ده كله هري سوشيال ميديا. هل عبد الله السعيد لاعب مفيد للزمالك في الفتره الحاليه؟ الاجابه القاطعه لا. في صفقه كل لاعب بتروح لنادي في 3 اطراف، الطرف الاول هو اللاعب، الطرف الثاني هو النادي، الطرف الثالث هو الجمهور والمنظومه بتاعت النادي. الطرف الاول اللي هو اللاعب، طبعا عبد الله السعيد مستفيد جدا من هذا الانتقال، لان عبد الله السعيد بمنتهى الوضوح والصراحه هو حقق كل حاجه، حقق نجوميه وبطولات في النادي الاهلي، حقق فلوس في السعوديه ثم بيراميدز، وفي الاخر خالص هو محتاج يتقاعد في نادي جماهيري، يبقى عنده ظهير جماهيري يدعمه لما يبطل علشان يروح يشتغل في القنوات ويكون في ناس بتسقف له على انه محسوب له او محسوب عليه. الطرف الثاني اللي هو نادي الزمالك، مجلس الاداره في نادي الزمالك هو بصراحه عمل صفقه جماهيريه، صفقه تعمل بوم للجمهور، لانه من الاخر كده جمهور الزمالك زي اي جمهور في العالم محتاج انتصار معنوي على الغريم او
او المنافس او يعني او الخصم، سميها زي ما تسميها. فجمهور نادي الزمالك هيحسبها لنا هيحسبها جون لمجلس اداره حسين لبيب. ولكن المنظومه الكرويه الزملكاويه هتستفيد من عبد الله السعيد؟ انا بقول لك قولا واحدا لا. لو انا صانع القرار في نادي الزمالك ادور واتخانق واعمل كل جهدي ان احصل على خدمات لاعب واعد جدا 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 زي محمود صابر اللي كان مرشح لنادي الزمالك، على اني اخد عبد الله السعيد. اللي حصل ان انت جبت مسكن لخط وسط نادي الزمالك، المسكن ده لم يلبث كثيرا وانت ضحيت بصفقه كانت ممكن تلعب للزمالك وتعمل يعني سنين من المجد مع الزمالك، نظير ان انت تقول لجمهور الاهلي انا خدت لعيب كان بيرتدي الزي الاحمر والصفقه الحراقه والصفقه المشطشطه وصفقه القرن وكل الكلام اللي انا وانت وكلنا بنقوله. انا شايف ان الكره المصريه محتاجه ناس عاقله تبدا تتكلم بجد علشان يبان لنا كرامات. احنا عندنا مواهب كتير جدا، عندنا مواهب رائعه جدا، ولكن عندنا سوء اداره يودي في داهيه. ودينا كلنا شايفين رحنا في داهيه ازاي في الكوره وفي غير الكوره. السلام عليكم.